لو عايز تبقى هداف الدوري ولاعب مشهور كلم امام عاشور يجي لك بالسطور. الف الف مبروك يا سي امام الفوز على المصري وعلى الهدفين الحلوين اللي انت جبتهم. اظن كده انك بقيت هداف الدوري رسمي. امال ايه يا عم؟ الحمد لله كده بالصلاة على النبي انا جايب 11 جول، ولا تقول لي ناصر منسي ولا ناصر مفتكر. خلاص ايمو جه وحاضر، ولسه ياما في الجراب يحاوي، علشان انا على لقب الهداف ناوي. ان شاء الله يا سي ايمو هتبقى هداف الدوري. اصل هو في ناس كده ابو كتاليه الكره بتحبهم وانت واحد منهم. بس انا الصراحه زعلت قوي. المفروض انت اللي كنت تاخد لقب رجل المباراه. ده انت كنت واخد الملعب رايح جاي زي الترماي. يا عم انا ما يهمنيش الكلام ده، وبعدين خلاص يعني وسام هو اللي خدها واحنا الاتنين واحد. اهم حاجة اننا نكسب على طول وناخد بطولات مع الاهلي، وبعدين احنا اتعلمنا في الاهلي اننا اسرة واحدة، وكل حاجة من اجل الاهلي تهون، وخف شوية من اكل الدهون. على رايك والله يا سي امام. الواحد عمال ياكل في دهون لما بيجي زي البطريق. بس الصراحه انت السنه دي عامل مع الاهلي شغل حلو. يعني انت لعبت 22 مباراه، ساهمت في 20 هدف وصنعت خمسه وسجلت 15، وغير ده كله انت دلوقتي هداف الدوري. يا عم انا عن نفسي هتنازل لناصر منسي عن حكاية هداف الدوري دي، بس على شرط يشد حيله ويجيب جونين ثلاثة كده حلوين في الماتش بتاع بيراميدز اللي جاي. يا سلام عليك يا سي امام عفريت انت. عايز الزمالك يفوز على بيراميدز وانتوا تبقوا في صداره الدوري، وبعدين ما تشيلش الهم. كده كده الاهلي هو ملك الدوري. بس الصراحه الكابتن عماد النحاس عامل معاكم شغل عالي في الهجوم وفي الاهداف. ده انتوا لعبتوا لحد دلوقتي معاه 3 ماتشات جايبين دلوقتي 12 هدف. امال انت تحسب ايه يا عم؟ ده كل ماتش يقعد معانا ويقول لنا كل واحد عليه تارجت اجوان لحد اخر الموسم. يعني انا مثلا التارجت بتاع 18 جول ما جبتش منهم غير 3 ولا 4، واللي مش هيحقق التارجت بتاعه هيعلقوا على بوابة التتش. يا راجل ده مد الشناوي تارجت يجيب 5 اجوان. يا سنه سوخه، حتى الشناوي عايز يجيب جوان. ده هتبقى سواد على اي فرقه هتقابل الاهلي من هنا ورايح. بس الحق يتقال يا سي امام، الجون الاول بتاعك السبب فيه وسام ابو علي. عمل لك حته تمريره زي الكرواسون بالجبنه. جبنة ايه بس؟ قول بالمربى، بالمهلبية، بالكريز. الصراحة وسام لعيب جامد فحت، هو بس عايز يركز شوية والناس تهدى عليه، وبعدين اهي ابتدت تفتح معاه في الاهداف. ما تنساش برضه يا سي ايمو طاهر محمد طاهر واشرف بن شرقي عاملين شغل عالي معاك في الهجوم. ده حتى الواد طاهر جاب حته جون حلو النهارده. بس اشرف بن شرقي جري كتير في الناحيه الشمال وعمل شغل، بس للاسف ما جابش جوان. يا عم كل الناس دي تقيلة في الاهلي ولعبها عالمي وعلى دماغي من فوق، ولولاهم ما كنتش اقدر اجيب ولا جول. بس يا سلام يا واد يا حاج سبورت، لو الواد زيزو يجي الاهلي ويلعب جنب زي ايام الزمالك كنت كل ماتش اجيب لي هاتريك ولا سوبر هاتريك. ما تقلقش يا سئيمو، زيزو جاي الاهلي مفيش كلام. بس هو زي ما تقول اليومين دول بيعمل اللي عليه وبيروح يتدرب في نادي الزمالك علشان يبقى جاهز لما يجي الاهلي.